نسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك يا شيخنا وفي علمك. وإياكم الله المستعان. يسأل بعض الله يجزاك والله الله المستعان الله المستعان. الله المستعان. جزاك الله خير يا شيخنا، بارك الله فيك. نسأل الله المستعان. ناقش لله عز وجل وقال يا عبيد ما صنعت بأهل السنة، فإنه والله لن يغني عني منه شيء سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا الله المستعان. الله المستعان. نعزي أهل السنة والجماعة عموما بفقدان علم من أعلامها وأفول نجم من نجومها وغياب قمر من أقمارها، ألا وهو والدنا وشيخنا ومعلمنا ومربينا العلامة الورع الزاهد الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري عليه رحمة الله تعالى. كان نعم الوالد للسلفيين، ونعم الأب لطلاب العلم، نعم المربي ونعم الناصح. والله إن فقده لخسارة كبيرة. يقول أيوب السختياني عليه رحمة الله، يقول إنه ليبلغني موت الرجل من أهل السنة فكأنما أفقد أحد أعضائي. موت العالم خسارة للأمة، فبهم قوام الدين، وبهم حفظ الشرع، وبهم يهتدي الضال، وبهم تتضح السبل، وبهم تنقمع البدع، وبهم يظهر الحق، وبهم تحل المشكلات. إليهم المرجع في النوازل، إليهم المرجع في الفتوى، فخيرهم عميم. هم كالنجوم، كالمصابيح، كالسرج للناس. ما يذهب الدين إلا بذهاب العلماء، ما يذهب الدين إلا بذهاب العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. كان عليه رحمة الله تظهر عليه علامات الزهد وعلامات التواضع ونكران الذات. والله إنه ليمدح في وجهه، يقال هذا كلام شيخنا العلامة، فنرى أثر الكلام في وجهه يتمعر وجهه. والله في مجلسه وفي بيته أثني عليه، قيل العلامة الشيخ، فتغير وجهه، فأشار إلينا أحد الطلبة أن هونوا من الكلام، الشيخ لا يحب المدح. كان يأتينا إلى محل السكن يوميا نقرأ عليه بعض المتون، يأتينا بنفسه ويقول هذا حقكم علينا، ويقول لو كان الأمر يسمح لضربنا أجنحة الطائرات للوصول إليكم. يلاطفنا ويكلمنا ويهون علينا الغربة. أسأل الله أن يرحمه، أسأل الله أن يرحمه وأن يتجاوز عنه. مرة سألني هل والداك أحياء؟ قلت يا شيخ أبي حي. قال عليك ببره، تلطف به، هكذا كان يوصي طلاب العلم، هكذا كان رحيما بهم مشفقا عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في مستقر رحمته، وأن يغفر لنا وله، وأن
وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة. نفع الله سبحانه وتعالى به، قد نفع الله بعلمه وبكلامه وبمؤلفاته وبمحاضراته، نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عميما. كان مربيا فاضلا وشيخا جليلا وعالما حبرا راسخا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مع النبيين والصديقين والشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول يا أخوة بارك الله فيكم يا أهل السنة عموما ويا طلاب العلم، هذا أمر الله، هذا أمر الله. إن الله سبحانه وتعالى قد كتب على عباده الفناء وكتب على نفسه البقاء، فقال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذا كان الشيخ عبيد رحمه الله قد رحل عنا وتركنا، فإن هذا المنهج باق، فإن هذا المنهج باق يا أخوة بارك الله فيكم. هذا المنهج السلفي الذي عاش عليه الشيخ، الذي عاش عليه ودعا إليه ودافع عنه وعلمه وتعلمه، عاش عليه ومات عليه. أقول يا أخوة عليكم بهذا المنهج بارك الله فيكم. فإذا كان الشيخ مات فإن المنهج لم يمت، تمسكوا بهذا المنهج بارك الله فيكم. هذا هو السبيل وهذا هو الطريق. لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يلحق بهم ويجتمع بهم في دار كرامته سبحانه وتعالى. عليكم بهذا المنهج العظيم، منهج أهل السنة والجماعة. ادرسوا وتعلموا. هكذا الذي يعيش يفقد الأحبة. انتعش تفجع بالأحبة كلهم. انتعش تفجع بالأحبة كلهم، وإن تمت فموت نفسك لا أبا لك أفجع. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وإياكم، أن يلهمنا الثبات والاستقامة على الصراط المستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أجرنا في مصيبتنا واغلف لنا خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. نبدأ إن شاء الله معكم في مواصلة الطريق والمشوار. نبدأ معكم بمواصلة الطريق والمشوار، حتى وإن فقدتمونا فلا تقفوا على الدروس يا أخوة. حتى وإن فقدتمونا في يوم ما فعليكم بهذا المنهج، استمروا عليه واثبتوا عليه. تعلموه حتى تعلموه لغيركم. تعلموه حتى تعلموه لغيركم. وهذه رسالة يأخذها اللاحق عن السابق، تؤدي ما عندك. أسأل